الكتب بس عايز تبقى مثقف، نعملها ازاي؟ حلك عندي. غالبا انت مالكش في التخيل، بتحب تشوف الحاجه قصاد عينك، او يمكن ما عندكش وقت فاضي انك تقعد تنقي كتب وتروح تشتري وتقعد تقرا، او خلقك ضيق وعايز الملخص، او ايا كان السبب. فحلك في الافلام الوثائقيه بمنتهى السهوله. يوم تدخل في علم النفس، يوم تاريخ، يوم فلسفه، يوم اقتصاد، ايا كان انت عايز ايه. طبعا الجريمه جماعه دي احلى افلام وثائقيه في الدنيا. تخيل في ساعه وساعتين بشرح مبسط تقدر تفهم مواضيع يمكن ناس بتحاول سنين تفهمها ومش قادره تفهمها، وتشوف بعينك قصص حقيقيه وتجارب ناس تانية، وتخرج من كل فيلم بافكار جديده. يا سلام. ومن خلال تجربتي المعلومات اللي بحصل عليها من الافلام الوثائقيه بتثبت في دماغي اكتر بكتير من اللي بقراها في الكتب. ولا مش بلغي الكتب، انا بس بدي بديل للناس اللي مش بتحب تقرا. عندنا بقى دلوقتي حل من الاثنين. لو انت بتحب الافلام الوثائقيه رشح لنا افضل الافلام الوثائقيه اللي اتفرجت عليها في الكومنتات. وسواء انت لسه جديد في عالم الافلام الوثائقيه او بتحبها فاعمل لي فولو، عشان الفيديو الجاي هكلمك عن واحده من الافلام الوثائقيه اللي مش قادره اصدقها لحد دلوقتي من كميه الكوارث اللي اتقالت فيها.